يلا بقى مع بعض كده. النهاردة هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل فيديو تخليل البصل السريع. هنعمل اسرع بصل مخلل هتاكليه بسرعة جدا ان شاء الله. على رمضان بالظبط هتلاقيه مفيش بعد كده، هتلاقيه خرافة واستوى خالص، وتخلله بقى تحفة معاكي وبيقرمش لاخر حباية هتخلص من عندك، وتقدري تخزنيه لسنة كمان. بس هقولك عشان تخزنيه لازم نعمل له كام تكايه كده وتفضلي سايباه وانت مطمنه لمده سنه. لكن ده عايزه اقولك يعني ممكن يقعد معاكي 6 اشهر كمان وانت مطمنه جدا. جميل جميل ولاخر حبايه، وبرده يقدر يقعد معاكي لسنه، مش شرط. يعني حتى الطريقه بتاعتنا دي ممكن برضو تقعد معانا لسنه. ولو عايزه تعتقيها هقولك ازاي. معايا دلوقتي 3 كيلو من البصل، حاطه عليهم ميه مغليه وسبتهم من بالليل لحد تاني يوم لما بقوا بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. تعالوا بقى دلوقتي هنفرغه ونشوفه بقى شكله بقى عامل ازاي. طبعا هيتقشر معاكي بمنتهى السهولة اللي في الدنيا، مفيش اسهل من كده. بفضي كل الكمية. طبعا البصل كان كبير شوية، بس انا الحقيقة كنت يعني ده اصغر بصل لقيته موجود عندي، كنت جايبة كمية يعني، فلقيت البصل الصغير ده لقيته كله وقلت انا هخلله. فكنت باخد البصل الصغير لوحده والكبير لوحده، لان طبعا الكبير هياخد معاكي وقت شويه. يعني ده لو كان نايه على رمضان، التاني ممكن نقعد يعني نزود كمان عليه اسبوع كمان علشان تاكلي منه. شايفه الجمال؟ مفيش اسهل من كده في التقشير بتاعه بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. هنقشر الكميه بتاعتنا كلها. شايفين المية السخنة بتديله نسبة من التسوية، مثلا نقول 20% أو 30%، والنسبة التانية هو اللي هنخللها مع بعض وهتبقى تحفة. تعالي بقى نشوف المحلول بتاعنا عبارة عن ايه. لكل لتر عندي مية بحط له 5 معالق كبار من الملح، ومعلقتين كبار من هريسة الشطة سواء رومي أو حامية، دي بتاعتك انتي، وممكن تحطي بودرة. ومعانا برضو هنحط برضو معلقتين من حبة البركة، ومعلقتين زيهم كبار من العصفر، وبنخلط كويس جدا زي ما انت شايفة. طبعا هنحط برضو بشر جزر، بس هتحطي الكمية اللي انت عايزاها، لان انا عن نفسي بحب اكتر الجزر المبشور اللي احنا حطيناها في الاخر دي معلقة كبيرة من السكر. معلقة السكر دي هتخليه لاخر حباية معاكي بيقرمش، فاهماني؟ هتحافظ عليه زي ما انت حافظة كده. بفتح بقى كل بصلايه بالجنب فتحه صغيره خالص زي ما انت شايفه، بس بغرزها للاخر. كان عندي بشر جزر مبشور كنت مخزناه، ما كانش عندي بصراحه طازه، فخدت منه عادي وحطيت زي ما انت شايفه اهو. ايه بقى اللي انت بتحطيه ده بقى؟ ده اللي هيخلي المخلل بتاعك ما يعملش معاكي اي ريم. ايه هو؟ ملح الليمون. هنحط معلقه صغيره من ملح الليمون، بجد ولا اروع من كده. ملح الليمون ده انسي ان يبقى فيه ريم معاكي على البصل، عشان كده بقولك في الحالة دي احنا هنخزنه لمدة سنة. انا بس علشان تاكلي منه بالظبط بالظبط، يعني ممكن من اسبوع ل10 ايام بالظبط، وهتاكلي احلى بصل. وزي ما قلتلك هتقدري برضو تخزنيه وانتي مطمنة على الاخر، مش هتقلقي من اي ريم يطلع له او اي حاجة. شايفين انا هنا طلعته بعد قد ايه؟ طلعته بعد اسبوع. كمل يا دوب اسبوع معايا. طبعا ده انا عاملاه من اسبوع. بصوا الجمال بتاعه مقرمش بطريقه غير عاديه. والف هنا وشفا حبايب رانيا، وكل سنه